لو انت في تالتة اعدادي والترم الاول جايب 110 او 105 او حتى 100 او 95 او 90 او 115، انت يعتبر خلاص كده ايه على المحك. يعني ممكن تدخل ثانوي وممكن ما تدخلش، يعني الفرق بسيط بين انك تدخل وما تدخلش. يعني الموضوع صعب جدا. انت بتعمل ايه عشان تدخل ثانوي عام؟ هقول لك حاجة بسيطة كده، بس حاجة مهمة جدا هتغير حياتك تماما بنسبة 90% هتغير حياتك. حاجة يمكن المدرس قالك عليها بس قالك عليها بالعكس، بدل ما هو يحفزك دمرك. يعني مش كل المدرسين كده، يعني في بعض المدرسين كويسة، بس في مدرسين على قد ما هي بتخاف على الطالب عشان تحفزه، للأسف في نفس الوقت بتدمره. فركز معايا في الفيديو كويس جدا عشان تسمع الكلمتين دول وأعرفك ازاي تدخل ثانوي. لو انت بقى أول مرة تشوف القناة ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتعمل اشتراك في القناة، وما تنساش تعمل لايك عشان زمالك يستفادوا بالفيديو. اللايكات بقى كتروا منها عشان زمالك يستفادوا. ولو محتاج أي حاجة اكتب لي في التعليقات. ويلا مع بعض افهمك واحدة واحدة ازاي تدخل ثانوي. لو انت بين 110 وتحت تعمل ايه عشان تدخل ثانوي عام؟ في البداية كده هفهمها لك بطريقة بسيطة، هفهمك ازاي تدخل ثانوي عام بس بطريقة بسيطة كده وكويسة عشان تعرف تفهم وتدخل دماغك. انت مثلا ثانوي عام عندك في المحافظة نقول مثلا بتاخد من 220. طبعا خلاص انت حاطط في دماغك ان ثانوي عام بتاخد من 220 زي المدرس بتاعك ما قال. طبعا المدرس بتاعك قالك بتاخد من 220 وسكت. في حاجة بقى انا احب افهمها لك، بس احطها لك كده ايه في قصة يمكن تفهمها. زمان لما انا دخلت الثانوية العامة كانت المحافظة بتاعتي محافظة المنيا بتاخد من 220. حلو. يعني التنسيق بتاع محافظة المنيا في السنة بتاعتي كان بياخد من 220. ده كان اعتقادي ان كل المدارس في محافظة المنيا بتاخد من 220، بس اتفاجئت ان مفيش كده فعلا. اللي هو ازاي يعني؟ قصدك تقول ايه؟ اتفاجئت ان المدرسة اللي انا دخلتها اصلا كانت بتاخد من 215. ازاي ده؟ بدأ التنسيق من 220 والمدرسة بتاعتك بتاخد من 215 ازاي؟ فهمنا اكتر. هفهمك اكتر كمان. مش كل المدارس في المحافظة بتاخد زي بعض، لا خالص. المحافظة بتاعتك لو بتاخد من 230 مثلا، ده مش معناه ان كل المدارس بتاخد من 230، لا. هفهمها لك بطريقة تاني. لما المحافظة بتاعتي ساعتها خدت من 220، المدرسة بتاعتي خدت من 215. يعني وشوف كمان اللي زاد كمان ان كان في مدرسة جنبي بتاخد من 205. تخيل. تخيل انت الموقف ان مثلا شوف الفرق بين المدارس قد ايه. ان التنسيق بتاع المحافظة كان من 220، في مدرسة خدت من 215 وفي مدرسة خدت من 205. المدرسة ملهاش دعوة بالتنسيق اللي نازل. المدرسة لها ان هي تكتفي بالطلاب، ومحدش بقى يتنصح ويقول لي طب افترضنا اكتفت. لا مفيش كده، مفيش كده. بلاش نصاحة، مش هتيجي عندك انت وهتقف. لو جت عندك انت وقفت اعرف ان انت السبب وانت اللي حظك نحس من الاخر يعني. فانا بحب افهمك ان انت مثلا في محافظة، يعني محافظة تنسيقها عالي زي محافظة الدقهلية بتاخد من 235. ده مش معناه ان محافظة الدقهلية كل المدارس اللي فيها بتاخد من 235 اطلاقا خالص. مش معقولة كل ما تروح لمدرسة، لا لا تختلف. بس انا هقول على تجربتي انا هنا في محافظة المنيا، ان محافظة المنيا بتاعتي وده بينطبق على كل المحافظات، بس انا عشان ابسط من كلامي اكتر يعني. محافظة المنيا بتاعتي بتاخد من 220، مدرستي بتاخد من 215. مركز صمالوط لو انت من صمالوط يعني كانت بتاخد من 215، دلوقتي تقريبا زي ما هي يعني. كانت في مدرسة جنب تاني بتاخد من 205، وفي مدرسة غيرها كانت بتاخد 204، وفي مدرسة تاني كانت بتاخد 210، وفي مدرسة كانت بتاخد 218، وهكذا. مش كل المدارس زي بعض. يعني انا مثلا ما لحقتش المدرسة اللي جنب هنا ممكن الحق اللي هنا، طب ما لحقتش اللي هنا ممكن الحق اللي هنا. في انا ناس اصحابي طبعا احنا متعودين ان احنا ندخل مدرسة في مدينة بحيث تبقى قريبين من الدروس يعني، فعشان كده انا رحت مدينة ما رحتش المدرسة اللي جنبي. في بقى اصحابي كانوا درجتهم ضعيفة شوية، في واحد صاحبي جاب 205 دخل عادي. دخل بس مدرسة بعيدة شوية، يعني مش بعيدة قوي يعني جنبي يعني شوية كده في الأرياف. أنت مثلا لو عندك مدرسة في الأرياف مدرسة ثانوي وفي الأرياف دي تنسيقها يبقى قليل جدا جدا نهائي. ليه؟ لأن اللي في الأرياف عددهم محدود، فبيبقوا الطلاب قليلين فبيحاولوا يقللوا التنسيق كمان عشان المدرسة تكتفي. فأنت ما تجيليش مثلا
في محافظة كبيرة، محافظة مثلا المحافظة نفسها زي محافظة المنيا نفسها، مركز المنيا نفسه، وتقول له هياخد نفس تنسيق مدارس الأرياف؟ لا خالص. مركز المنيا نفسه على قد ما في مدارس كتيرة، في عدد كبير من الطلاب، عدد هائل من الطلاب، وده اللي كان مخلي تنسيقها 220. وكان في نفس المدرسة في محافظة المنيا بس في الأرياف، في قرية أو في مدينة، خدت من 210 أو 205 عادي جدا. فأنا حابب أقول لك إن مثلا المدرس بتاعك لما بيجي بيقول لك المحافظة بتاعتك بتاخد من 220 ومش هتقل عن كده، هو بيقول لك كده بحيث إن مستواك ما يقلش. في ناس مثلا تلاقيها جاب الترم الأول 220، طب كده انا اجيب 100 الترم الاول وادخل ثانوي عام، كده هو مستواه قل، هيحط في دماغه انه هيجيب 100 هيلاقي نفسه جاب اقل من 100. المدرس بقى مش عاوز مستواك يقل. بس للاسف في الحته دي ان المدرس كمان بيظلم الطالب اللي هو ايه، الطالب اللي هو جاب 90 95 100 بيحبطه جدا ان هو ايه، خلاص جربت تفقد الامل. فانا يعني نصيحه مني لو في مدرس بيسمع الفيديو، ما تحاولش يعني تصعب الموضوع قوي يعني على الطلاب، اللي هو ايه، حاول تقول له ان في مدرسه، ايوه في مدرسه مثلا تنسيق محافظتك بياخد 220 بس في مدارس بتاخد 215 وفي مدارس بتاخد 205 210. حاول تحفزه وتقول لك دايما، قول له دايما ان في فرصه ما تخافش يعني. لو انت مثلا محافظه المنيا وجايب 90، ياه ومن المنيا بتقبل 220، ده انا المفروض اجيب 130. 130 صعبه فعلا، ايه ده، عادي ممكن مثلا تدخل في مدرسه جايبه 200 من 215، ممكن تدخل في مدرسه تانية واخده من 210. يعني انا مش عارف نظام المدارس ماشي ازاي، بس انا في المحافظه بتاعتي زمايلي راحوا كذا، راحوا المدرسه اللي يعجبهم. في اللي راح مثلا مدرسه في مدينه، واللي راح مدرسه في مدينه تانية، واللي راح مدرسه في مدينه ثالثه، فكانوا عادي يعني بيروحوا المدرسه اللي تعجبهم في الثانويه يعني. بس مش عارف ممكن يروحوا محافظه تانية ولا لا، بس هم كانوا بيروحوا اي مدرسه في المحافظه نفسها على حسب بقى تنسيقهم ما المدرسه بتاعتهم خليتهم. فحاول ما تخافش، لو انت مثلا جبت 90 ما تخافش، حتى لو المحافظة بتاعتك بتاخد من 240 ما تخافش برضه. احنا تقريبا مصر يعني 70% منها أرياف، و70% منها عندهم مدارس في الأرياف، والمدارس اللي في الأرياف بتاخد من تنسيق ميت خالص. يعني شفت مدارس مش عارف محافظة ايه مش فاكرها، واخدة من 195 سنة وعام. أنا اتفاجئت جدا، على الرغم إن التنسيق بتاع محافظتها كان عالي. زي مثلا البحر الأحمر بتاخد مثلا تقريبا مش فاكر بتاخد من 225، وشفت بعض الإدارات والمراكز فيها واخدة من 200. تخيل أنت، الموضوع موضوع أعداد. إحنا مثلا لو جينا في محافظات الصعيد، محافظات الصعيد كلها فيها مدارس في الأرياف، فتنسيقها بيبقى قليل جدا. فما تخافوش، ده اللي كنت حابب أعرفه لك في الفيديو، إن المدرس بتاعك في مدرس ممكن يحفزك ويقول لك هتلحق، وفي نفس الوقت يبقى خايف إن هو مش عاوز مستواك يقل. يعني انت لو جاب 130 هو خايف يقول لك ان مدرستك بتاخد من 220 فمستواك يقل، تلاقي نفسك ما لحقتش الثانوي، وده دايما اللي بيحصل مع الناس. انت لو جايب 130 الترم الاول كده انت ضامن انك تدخل ثانوي عام، لازم كمان تقفل الترم الثاني. اوعى تقول انا ضامن، لا مش اسمها ضامن. اللي جاب 90 زي اللي جاب 130، اوعى مستواك يقل مهما كانت درجتك. ده اللي كنت حابب اوصله للفيديو. ويا ريت طبعا لو استفدتوا من الفيديو، دي تجربه. يعني انت مثلا لو دخلت على جوجل او دخلت على اليوتيوب مش هتلاقيها بصراحه، مش هتلاقيها خالص، لان المدرسين مثلا او ممكن واحد على اليوتيوب يخاف انه يقول المدرسه كذا بتاخد من كذا والمدرسه كذا بتاخد من كذا. عشان انا كده بقول لكم التجربه بتاعتي، ان انا في المحافظه بتاعتي بتاخد 220، بس في مدارس نزلت لحد 205، ومدارس كتيره كمان مش واحده بس. فانا حبيت اوصل لك الفكره، انك ما تاخدش جو على التنسيق، ما تاخدش جو تقول لي هات تنسيق محافظتي عالي جدا ده انا مش هلحق. لا، مالكش دعوه بالتنسيق، ليك دعوه بالمدارس اللي جنبك. اسال صحابك اللي في المدارس اللي جنبك دخلوها بكام، بس لان التنسيق ده ملوش اي لازمه، ما حاجه كده بنصبر بها نفسنا. بس ان شاء الله يعني حاولوا تشدوا حيلكم الترم الثاني اللي هو الترم اللي احنا فيه دوت، شدوا حيلكم، واللي جاب 90 95 ان شاء الله هيلحق يعني. بص للمكان اللي حواليك، وبص للمدرسة، وبص لعدد الطلاب، وانت هتعرف الدنيا فيه ايه. واحد دخل لي في التعليقات في اولى ثانوي حاليا، قال لي انا السنة اللي فاتت لو كان في ثالثة اعدادي، قال في الترم الاول كنت جبت 90 ودخلت ثانوي عام. قلت له دخلت ليه انت جبت كام معاهم كل قال جبت 210 ودخلت ثانوي عام. فالتجربة اهم حاجة، اسأل مجرب ولا تسأل دكتور زي ما بيقولوا. ودي التجربة بتاعتي اللي انا نقلتها لك. انا مش عاوز اقولها عشان اللي هم جايبين 130 و135 ما تاثروش بقى ويخافوا مذاكره، وده اللي انا خايف منه واللي خايفين منه المدرسين برضه.
فانت لو درجتك كويسه جدا ذاكر ولازم تقفل كمان. انما انت لو درجتك فوق يعني فوق ال90 او حتى 85 ممكن تلحق ان شاء الله طبعا. حاول تشد حيلك الترم ده. واحد بقول لك حاجه، كل المدارس بلا استثناء، كل المدارس بتدخل كليات، زراعه، صناعه، تجاره، كل المدارس بتدخل كليات عشان تبقى عارف يعني ان انت لو عندك علم هتكمله. طب مش معناه انك دخلت زراعه يبقى انت فاشل، مش معناه ان انت دخلت تجاره يبقى انت لا. كل التجارة دبلوم تجارة بيدخل كليات كتيرة وكويسة جدا، صناعة بتدخل كليات تحفة وكويسة جدا، زراعة بتدخل كليات تحفة وكويسة جدا. بس اللي يكمل، سيبك من نظرات الناس ليك ملهاش أي لازمة. نظرات الناس دي هتتغير لما لو دخلت كلية كويسة. في ناس في صناعة، صحابي دخلوا صناعة، هما دلوقتي حاليا في هندسة وأنا دخلت صناعة وفي آداب، ما همهمش نظرة الناس ليهم خالص. الناس مش هيفيدوك في حاجة. فالفيديو بتاعك كده انتهى، يا رب تكون فهمت الدنيا ماشيه ازاي، ويا رب كمان اكون وصلت لك الفكره بتاعتي والتجربه اللي انا مريت بيها. لو انت وصلت للحظه دي من الفيديو فما تنساش تعمل بقى الاشتراك في القناه، تخبط الاشتراك كده ولايك للفيديو عشان زمالك يستفادوا ويرتاحوا كمان زي ما انت ارتحت كده، وربنا يوفقنا كلنا. واستناكم الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.